صباح الخير او مساء الخير حسب انتوا تسمعوني امتى. بعد العك اللي حصل في الكيمياء والفيزياء جالي مسجات كتير قوي. طب انا عكيت في المواد دي وفي ناس عكت في مواد تانية كمان، اعمل ايه؟ يعني أنا دلوقتي اعمل ايه؟ انا حاسه ان انا محبط وحاسه ان انا خلاص بقى، انا كده كده مش هعرف اجيب الكليه اللي انا عايزها. خلاص انا كان عندي حلم وراح، يعني خلاص انا مش عايز بقى اذاكر ولا قادر اعمل حاجه ولا الهوى. يعني انا ما عنديش القدره ان انا اصلا اذاكر المواد اللي باقيه. طيب لو ده لسانك او ده حالك، خليني في الفيديو ده اتكلم معاك كده نوصل لاخر حاجه ممكن تحصل اصلا. ومتهيألي الفيديو ده هيفرق معاكم قوي 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 الفتره اللي جايه. طيب انا دلوقتي هحكي لكم على تجربه صغيره. ان انا ساعه لما في امتحاناتي كان عندي امتحان بتاع الانجليش ده، مع اني كنت مذاكراه كويس جدا وكان اصلا جاي المفروض قالوا ان هو سهل. معرفش انا ايه اللي حصل لي وحسيت ان انا عكيت، وده الامتحان الوحيد اللي عيطت فيه. تمام، وانهارت بقى وقلت خلاص بقى انا مش هعرف اجيب مجموع وكل الحاجات دي. عايزه اقول لكم اني بعد ما خلصت اصلا الامتحانات وكل الكلام ده وجيت اشوف النتيجه، لقيت ان انا ناقصه في كل المواد بلا 10 و15 درجه ومش عارفه ايه. وانا اصلا يعني ما علينا، يعني انا كنت دحيحه اصلا السنه دي. والماده الوحيده اللي انا غلطانه فيها درجه ونص هي كانت الانجليش. تمام. طيب مش انا لوحدي، انا في كتير من دفعتي كانوا كده. انا دلوقتي عكيت في الكيمياء او الفيزياء او الكيمياء بس او الفيزياء بس ايا كان. طب انا بقى دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. خلينا بقى نوصل كده ايه للاخر، ايه رايكم؟ طيب انا دلوقتي احبطت، فحاسه ان انا مش هقدر اعمل حاجه، فانا خلاص ممكن اسقط، ممكن اشيل الماده، ممكن خلاص بقى ما ذاكرش. صح؟ ما هو ايه اللي هيحصل لتاني؟ إيه اللي يعني انا بعد ما احبط ايه اللي هيحصل؟ انا في امتحانات وامتحاني الجاي وخلاص بقى انا مش قادره اذاكر. ايه اللي هيحصل تاني؟ هبطل اذاكر. طب ايه اللي هيحصل لما تبطل تذاكر؟ طيب خلينا كده ايه نوصل للاخر شويه كده. طب ما ممكن انت ما تذاكرش فعلا وما تعرفش تدخل الامتحانات، وتدخل الامتحانات غصب عنك وتحل اي كلام وخلاص. تخيل بقى تيجي كده مثلا في النتيجه في الاخر تلاقي ان انت الاربع مواد ولا ثلاث مواد اللي انت امتحنتهم قبلهم ايا كان يعني جايب فيهم درجات حلوه جدا، حتى الكيمياء والفيزياء. والمواد اللي انت بقى اهملتهم بعد ما تخلص بقى عشان انت احبطت وزعلت واتضايقت وكل الكلام ده، هم اللي انت عكيت فيهم، هم اللي ممكن تكون شلت ماده منهم، ممكن تكون فعلا هم اللي اثروا معاك جامد. ولولا ان انت كنت شديت بس حيلك شويه حلوين وكملت الامتحانات للاخر كنت هتجيب مجموع عالي جدا، لان المواد اللي انت فاكر ان انت عكيت فيهم ما عكيتش فيهم ولا حاجه واترفعت الدرجات. هتندم، صح؟ احنا بقى مش عايزين نوصل للمرحله بتاعه الندم دي. مرحله الندم دي انا دايما انا لو انت ما تعرفنيش اصلا انا بقدم محتوى عن فنون تطبيقيه والكليات الفنيه. دايما كنت بقول لكم على امتحان القدرات ده ان هي فرصه، وان انت حتى لو انت مش عايز تدخل الكليه دي برضو امتحان القدرات وكل الكلام ده. طيب وهاجي لك انا برضو في الاخر هقول لكم على حاجه حلوه. طيب ما هو انا دلوقتي آه، هي فرصه، يعني انا فرصه دلوقتي اللي انا بعمله ده كله هو فرصه. انا بستغلها وبعمل اللي عليا، عكيت ما عكيتش ايا كان اكمل زي ما انا لحد ما اخلص الامتحانات خالص بقى ونبدا نتحاسب. عايزه كمان اقول لكم على حاجه، ودي مش يعني دي كل سنه بتحصل. اي امتحان صعب بيجي لازم حاجتين تحصل. يا اما الدرجات بتترفع، يعني يا اما مثلا تبقى مثلا ناقص 10 درجات تلاقي نفسك ناقص 5 درجات، ممكن ناس ما بتنقصش اصلا. ويا اما بتلاقي ان انت الدرجات بتاعتك اصلا السؤال مثلا اللي اتعك فيه جامد او الكذا سؤال ده اتلغوا اصلا من الامتحان فما بقاش فيه درجه ليه. وده بيحصل كتير جدا، والناس بتبقى فاكرين ان هم ساقطين حرفيا وبيقفلوه. معرفش ازاي، انا ما تسالونيش الثانويه عامه دي بطيخه يا قرعه يا مش قرعه. بص هو في الاغلب بتبقى بس يعني خلينا ايه متفقين ان احنا بنعمل اللي علينا وخلاص. حلو كده. انا طالعه في الفيديو ده ليه؟ انا طالعه في الفيديو ده لان انا بقول لكم اكيد مرت عليكم اوقات ان انتوا كنتوا مش عاملين اللي عليكم قوي ولقيتوا ربنا بيكرمكم جامد قوي. اكيد مر عليكم اوقات كنتوا مظلومين فيها قوي 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 وربنا خد لكم حقكم. ده على مدار حياتنا كلها. فتفتكر ان انت في كل السنه دي وكل التعب حتى لو ما تعبتش، تعبت اعصاب، تعبت فلوس، مصاريف اهلك، كل الحاجات دي، تفتكر ربنا مش هيعوضك خير؟ طيب تفتكر بقى ان انت اصلا من ساعه ما انت مولود نصيبك في الكليه اللي انت هتدخلها دي مكتوب. فانت جبت مجموع ولا ما جبتش مجموع في الاخر انت ليك كليه هتدخلها، وهي نصيبك وهي اللي ربنا رايدها لك. فيمكن الكلام ده ممكن يتسمع قبل كده ويتسمع بعد كده، بس ده لازم يتقال. الكلام ده لما بنفكر بنفسنا بيه بنهون على بعض بيه.
عادي انا ممكن اسمع كلام 8000 مره، بس انا طالعه اقول لكم الكلام ده لان كل سنه بيحصل فيها المشكله دي، وكل سنه بيحصل عياط، وكل سنه بيحصل انهيارات. مش هقول لكم ما تعيطوش وما تنهاروش، لا عياط وانهاروا، لان هي بتبقى احساس جوانا اللي هو انا تعبت وطلع عيني في الاخر جه امتحان زي ده وانا ما عملتش حاجه كويسه حتى فيه. فلا ازعلوا، حقكم تزعلوا وانهاروا، بس ما ياخدش منكم بقى ان انتوا تاثروا في مذاكره المواد اللي بعدها، ما تاخدوهوش المواد اللي بعدها بذنب المادتين دول، ماشي؟ عشان بجد والله ممكن فعلا في الامتحانات ده، على فكرة ده انا مش كلام مثلا بيحصل مثلا 1%، ده بيحصل 50% مثلا، رقم كبير يعني. عدد الطلبة اللي بيفتكروا ان هم عكوا ويلاقوا ان هم اصلا دي اكتر مواد ما نقصوش فيها. الامتحانات الجايه ان شاء الله يا رب تبقى سهله، وحتى لو مش سهله كملوا، يعني انتوا خلاص هي عنق زجاجه فعلا، والله هي فعلا اللي قال ان هي عنق الزجاجه دي، مش عنق الزجاجه ان انت هتطلع علشان ده مستقبلك وكليات القمه والجو ده، هي عنق الزجاجه لان هي اخر مرحله هتطلع بقى بره منها، ايا كان الصعوبات اللي هتمر بيها، حتى لو اصعب مش هيبقى بالضغط النفسي اللي هم حاطينكوا فيه ده، يعني ملهاش 30 لازمه والله العظيم. فازعل واتضايق وحقك، وخد وقتك في الزعل، بس ما تخلوش ياكل كل اللي انت عملته قبل كده. انتوا اجتهدتوا وطلع عينكوا مصاريف وفلوس ونزول وتعب وساعات ومراجعات ومش عارفه اسطوره ايه وفرعون ايه ومش عارفه ايه، وفي الاخر ما تفتكرش ان عمر ما ربنا هيضيع تعبك، تعبك هتلاقيه دلوقتي بعدين هتلاقيه، وربنا ما بيكافئهوش. في حاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، هقولها لكم كل سنه عادي جدا، لان هي حاجه بيندموا عليها كل طلاب ثانويه عامه بعد كده. بما انك حاسس ان انت عكيت، وبما ان انت خايف ان انت تكون عكيت، فكر في بدائل. اللي عايز هندسه، اللي ليه في الحاجات اللي ملوش في الحفظ قوي، وليه في الحاجات الفنيه، عايز يبقى يعني لما يتخرج يبقى في شغلانه متاحه، الحاجات اللي بتبقى زي ما بيقولوا كده دلوقتي كليات القمه بقت للكليات اللي بتطلع خريجين يقدروا يشتغلوا سوق العمل محتاجهم، لان سعرهم بيبقى غالي. ف لو انت اصلا في ناس اصلا في ثانويه عامه لحد دلوقتي مش عارفين هم عايزين يبقوا ايه، بس عامه لو انت ما تعرفش عن الكليات الفنيه اللي هو فنون تطبيقيه، فنون جميله، تربيه فنيه، تربيه نوعيه، و عماره، لو انت ما تعرفش عنهم حاجه انا عامله فيديوهات على كل الكليات دي. لو تعرف ومتردد وكنت عايز تجيب، مش عارفه عايزه اجيب طب وعايزه اجيب، طبعا يا رب يا رب كلكم تجيبوها، يا رب كل اللي نفسه كليه ويكون خير ليه يجيبها. بس انا اللي بتكلم فيه لو انت بقى اتحطيت في الموضوع الامتحانات وكده والموضوع بقى صعب، ليه ما تحطش بديل؟ انا ما بعرفش امسك قلم، ما بعرفش ارسم، مش ماليش في الرسم ولا الجو ده، هدخل ازاي امتحان القدرات؟ طيب امتحان القدرات ده اصلا هعمل عنه فيديو مفصل، بس امتحان القدرات ده مش محتاج ان انت تعرف ترسم قد ما محتاج حد يبقى معاك عارف امتحان القدرات بيتصحح ازاي، عارف الاساسيات بتاعته اللي انت اصلا سهل قوي تتعلمها، بجد سهل جدا ان انت تتعلمها، بس محتاج ان انت حد يبقى فاهم عشان يعرف يفهمك ويعرف يوصلك لمستوى تنجح فيه في امتحان القدرات بكل سهوله. انا لو انتوا عايزين موضوع امتحان القدرات وكده، شركه سكيلز شو بتاعت القدرات عامله كل كورسات القدرات، لو انت مثلا مش عايز تجازف ومش عايز يعني ما تاخدش الفرصه دي، لان انت حتى لو جايب ايه ايا كان مجموعك مش هتعرف تدخل الكليه دي لما تنجح في الامتحان بتاع القدرات. فسكيلز شو عامله اسعار حلوه قوي جدا جدا على كواليتي رهيبه، وفعلا يعني كمان الفيدباك اللي بقى بيجي لي السنه دي اعلى كمان من السنه اللي فاتت، فبصراحه مبسوطه قوي ومبسوطه ان انا رشحت لكم الشركه دي. فتقدروا دلوقتي تروحوا تشتركوا في الكورس ده وتاخدوه وتروحوا تمتحنوا، عشان لا قدر الله لو مجموعكم ما كانش احسن حاجه يبقى في فرصه تانية، ميبقاش كل الفرص ضاعت. فاهمين اقصد ايه؟ بس ان شاء الله ان شاء الله الامتحانات هتتعدى، وان شاء الله الدنيا هتبقى زي الفل، ومش هتحتاجوا حاجه، بس احنا بنعمل حسابنا، نعمل كل اللي علينا زي ما انت عملت اللي عليك في المذاكره وطلع عينك في المذاكره، والنتيجه على ربنا، برضه هتعمل ده والنتيجه برضه على ربنا. ليك نصيب فيها هتدخلها، مالكش نصيب فيها تدخل الكليه اللي انت عايزها وزي الفل. بس احنا ايه، بنحاول نليس الدنيا ونعمل كل اللي نقدر عليه عشان خلاص بقى يبقى مستقبلنا كده متمهد قدام. ما حاولتش اطول عليكم، مع ان انا بجد والله وحشني فبحب اتكلم كتير، مش عارفه لغايه ولا لا، بس ما علينا يعني. لو عجبكم الفيديو ده دوسوا لايك على الفيديو ده وسبسكرايب عشان بيشجعني قوي بصراحه، وعايزين نكمل 100,000 ان شاء الله، ان شاء الله على اخر الشهرين ده ان شاء الله اكمل 100,000. انا متعشمه فيكم خير. اي حد يتفرج على الفيديو ده يعمل سبسكرايب عشان عايزه اكمل 100,000، ولايكات بقى الفيديو ده واشتروا بقى كل الحاجات دي. واي حد من صحابكم عك شويه في الامتحان وعيط وكل الحاجات دي، يا ريت تبعتوا لي الفيديو ده يهون عليه شويه، ما تاخدوش كل الطبطبه لوحدكم يعني. واشوفكم في فيديوهات كتير جدا جدا جايه ان شاء الله الفتره الجايه.